عسلامة، مرحبا بالناس الكل، يلا مع بعضنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الفيديو باش نتاع البيس مونتي روز غويال تونسي. دونك هذا روز غويال تونسي، عملته على 4. عملته بطريقة انه يعاون في انه يطلع نسبة هرمون الأنوثة عند المرأة، ويعاون انه في التخلص من الاضطرابات الهرمونية اللي تنتج عليها برشا مشاكل عند المرأة. فوالا، كما تشوفوا هذه لولا عملتها بالفرويد مير، عملتها بالسمون فومي، سموكد سالمون، كروفيت رويال، كراب. دونك الاولى هذه عملتها بالفرويد مير. المعروف انه كل ما هو من البحر يعاون في انه ما يطلعش الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه، اما يعاون في انه يعمل بالانس في بين الاستروجين والبروجستيرون. دونك الدور نتاع توسكي من البحر، يعني حوت ولا كروفيت، الفرويد مير الكل تعاون في انها تعمل بالانس في ليزورمون، تعمل توازن في الهرمونات. دونك هذيك عملتها بالفرويد مير. الثانية عملتها بالفروي ساك، الاخضر هذاك اللي تشوفوا فيه هذاك كيوي شايح، وعملتها كوكونات شايح، فيها كوكونات شايح، وفيها زاده كريمبيري. حكيت لكم على الكريمبيري الاحمر، هذاك كريمبيري هو الجو نتاعو زاده، هذاك الجو كريمبيري وقارص مع بعضهم، يعني كريمبيري يقوي عضلات القلب والقارص فيتامين سي. دونك الثانية عملتها بالفروي ساك، الثالثة عملتها بالمكسرات، عملتها بالفستق والزوز واللوز. اللوز والفستق والزوز حطيتهم، يعني جمرتهم، ولا يعني عملت شوية زيت نتاع كاكاوية، زيت الكاكاوية في بلدان عربية أخرى يسموها كاوكاو. دونك عملتهم هكا في شوية زيت، فيسع لين تحمروا شوية باش يولوا هكا كرانشي. زيت الكاكاوية راهو يطلع نسبة الاستروجين بصفة غريبة، زيت الكاكاوية ولا الكاكاوية زادة تطلع نسبة هرمون الأنوثة في البدن. الدجاج هذا عملت زوز انواع نتاع الدجاج عملت سبايسي تشيكن، وعملت الدجاج اسكالوب. كيفاش طيبتهم؟ عملتهم في العظم، وبعد عملتهم في المبطنين في الزيت الساعة اللي استعملته هو زيت الكاكاوية. كيف ما كنت نحكي لكم زيت الكاكاوية يطلع برشا، الكاكاوية ولا الكاوكاو باش الناس الكل تفهم، يطلع نسبة الاستروجين في البدن، يعني يطلع نسبة هرمون الأنوثة في البدن. حطيت تحتهم اللتس،
شيرين غني كلمة عجبتني ما نحبش نقص عليها. دونك كيفاش عملتوا الروز، كيفاش طيبتوا الروز؟ تحطوا شويه زيت نتاع كاكاويه باش نوريكم ستيب خطوه خطوه، ستيب باي ستيب. تحطوا شويه زيت نتاع كاكاويه وشويه خلط زيت كاكاويه وزيت لافوكادو. الافوكادو اش يعمل الافوكادو؟ الافوكادو راهو ما يطلعش نسبه الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه، اما دوره انه يعاون انه يعمل البالانس، دوره انه يعمل التوازن بين الهرمون هذوما. هذا هو دوره، انه يخلق توازن في الهرمون هذوما، يعاون في انه يخلق توازن. دونك عملت زيت الكاكاويه اللي هو يطلع نسبة، يعاون في انه يطلع نسبة الهرمون الانوثة عند المرأة، خلطته بالزيت نتاع الافوكادو مع بعضهم، وحطيت شوية ثوم، شوية ثوم. الثوم كما تعرفوا، ولا بالنسبة اللي ما يعرفش، الثوم راهو يقضي على الاتش دي ال. الاتش دي ال هو الباد كوليسترول، الاتش دي ال هو الكوليسترول المشباهي اللي الناس الكل تحاول انها تهبطه ديما. والزيت الافوكادو غني بالاتش دي ال. الاتش دي ال هو الجود كوليسترول، هو الكوليسترول الباهي. دونك باستعمال زيت الافوكادو طلعنا نسبة الاتش دي ال. الاتش دي ال كي يبدا طالع زاد يعاون انه البدن يريق برشا حاجات في البدن. دونك عملت زيت، خلطت زيت الافوكادو وزيت زيت الكاكاوية، حطيت معاهم الثوم وخليتهم شوية على النار، ومن بعد صبيت الروز والملح. خليت الروز هكاك حكاية في 5 دقائق، ومن بعد في شوفوا الخطوة هذه مهمة برشا. حطيت الماء يغلي، حطيت فيه البسباس واليانسون. البسباس يطلع نسبة الاستروجين بنسبة كبيرة برشا. البسباس ولا ما يسمى بالتونسي حبة الحلاوة ظهر لي، راهو يلعب دور كبير في انه يطلع نسبة الاستروجين او نسبة هرمون الانوثة عند المرأة. دونك حطيت الماء يغلي وحطيت فيه البسباس، مغرفتين كبار بسباس ومغرفة كبيرة ينسون، وخليتهم حتى ولا الماء يغلي، ومن بعد زدت لك الروز هذاك. دونك الماء هذاك فيه الفيتامين الكل اكل يطلعوا. الماء كي غلا فيه اليانسون والبسباس ولا غني بهرمون الانوثه، بالاستروجين اللي هو معناها راهي ماده قريبه برشا من الاستروجين اللي موجود في بدوناتنا اللي خلقنا به ربي. البسباس هذا فيه ماده قريبه برشا من الاستروجين اللي خلقنا به ربي. هذاك علاش انها تعاون برشا في انها تطلع نسبه الاستروجين او هرمون الانوثه عند المراه. دونك الماء هذاك اللي فيه البسباس واليانسون خليته حتى يغلي، ومن بعد زدت لك الروز هذاك وغطيت عليه وطفيت، غطيت عليه ونقصت في الغاز وخليته حتى لين طاب، وزدته شويه بركه، زدته شويه كركم. دونك هذاك كيفاش عملت الروز باش يولي باش رديته يطلع نسبه الاستروجين في البدن، نسبه هرمون الانوثه في البدن. راهو اليانسون حبه الحلاوه ولا شو اسمه البسباس حبات هذاكم البسباس يبدو كل حبات هكا صغار. البسباس يطلع نسبه الهرمون الانوثه عند المراه، يعني يتحط في الماء يغلي. دونك الروز طيبته بالماء اللي مغليه فيه البسباس واليانسون. دونك بالطريقه هذه كان روز عادي ولا روز يعاون برشا في انه يطلع نسبه الانوثه، نسبة هرمون الأنوثة عند المرأة. وراهي كي يبدأ نسبة هرمون الأنوثة يبدأ معتدل مع البروجستيرون، كل شيء في البدن يتريقل، تولي المرأة وجهها هكا فيه نضارة، الزدر متاعها يبدأ مشدود، يولي بدنها يطلع في الزيوت طبيعيا، المناطق التناسلية تولي تطلع نفسها كيما خلقها ربي، ترجع تنتج هي الزيوت الطبيعية نتاعها. تنحالها الدبريسيون، تنحالها الشعر ما عادش يبقى شايح، الوجه ما عادش يبقى شايح، يعني الجلده ما عادش تبقى شايحه. علاش؟ لان صلحنا المشكله من داخل. دونك هذا كيفاش عملت الروز اغويال التونسي. والفاكهه الكل، هالفاكهه الكل تعتبر البروتين، كلها تعتبر بروتين.
والبروتين معروف ان توك باش ناكلوا الروز باش يطلع شويه نسبه الانسولين، نسبه الدم في نسبه السكر في الدم. مي البروتين يهبط، البروتين اللي هو اللوز والزوز والفستق تسكي فاكهه ولا تسكي مكسرات تهبط نسبه السكر في الدم، وتلعب دور كبير في انها تعمل بالانس. دونك فوالا بالنسبه للروز كيفاش عملته. هذا هو الروز رويال تونسي. فوالا يعني الواحد يتذكر كيف يبدا يطيب حاجه عاديه، يطيبها بمكونات، يدخل فيها مكونات تولي تلعب دور كبير في انها تعمل توازن في الهرمونات عنده، وهكاك يحل المشاكل اللي عنده الكل. لانك يبدا فما اضطراب هرموني، كل شيء في البدن يدخل بعضه، كل شيء. دونك هذا هو الروز رويال التونسي. مكونات تساعد برشا في انها تساعد برشا في تحفيز هرمون الانوثه عند المراه. فوالا دونك هذاك هو بالنسبه لليوم. بالنسبه للفيديو هذايا حكيت لكم كيفاش، وريت لكم كيفاش عملته، يعني بالمكونات اللي تحفز ولا تساعد في تخلق توازن في هرمونات الأنوثة عند المرأة. ركزوا في حكاية البسباس واليانسون. الماء غليته اللي زدته للروز، الماء اللي يغلي غليت فيه مغرفتين بسباس. البسباس راهو يقوي برشا المعدل نتاع الاستروجين اللي هو الهرمون الأول للأنوثة نتاع المرأة. والزيت استعملت زيت الكاكاوية او الكاوكاو، فما بلدان يسموها الكاوكاو. هذاك زاد يساعد برشا في انه يعمل توازن في هرمونات المرأة، هرمونات الأنوثة عند المرأة. دونك فوالا بالنسبة للروز رويال التونسي. اللي يعجبوا الفيديو يعمل لايك، واللي ما عجبوش يحط ديسلايك، وحاولوا بارتاجوا الفيديو هذوما الكل باش يعني باش الناس الكل تستفاد، والناس الكل تتعلم كيفاش تطيب صحي وكيفاش تحل المشاكل اللي عندها الكل. راي فما برشا معاناة عند النساء ما يعرفوش اللي فما حلول يعني جذرية بمواد طبيعية. فوالا حاولوا بارتاجوا الفيديو على اكبر عدد، وحاولوا اللي عندهم القنوات زاد كيف حاولوا انهم يعني هذه مصلحة عامة، حاولوا فكروا في المصلحة العامة باش الناس الكل تستفيد. حاولوا عرفوا بها القناة خاطر مازالت جديدة، اما راهي فيها كم هائل من المعلومات اللي تعاون الناس باش توعي النساء، تتعلم كيفاش تطيب صحي وتبعد عن المواد الكيميائيه والمواد السموم هذيك الكل اللي تتسبب في الاضطرابات الهرمونيه. فوالا نوري لكم شويه السات. هذه كوليكسيون تاع رالف لورون جديده تاع 2017. فوالا هاوينو اللوغو تاع رالف لورون. عملت فيديو شوفوه فيه كل شيء على طيبته اليوم، اما اليوم في الفيديو هذا ركزت على طريقه تطيب الروز رويال التونسي بطريقه ان نطلعوا به نساعدوا به ان نطلعوا نسبه هرمون الانوثه في بدوناتنا. شوفوا الفيديو هذاك اللي فيه الفيديو اللي حطيته قبل هذا. فوالا وهذيك لا بيس مونتي تاع الكسكسي رويال التونسي. و كهو بالنسبه لليوم، وان شاء الله نعمل لكم الفيديو اللي باش نحطه بعد هذا هو على طريقه كيفاش طيبت السلطه مشويه وخليتها صحيه ومكونات انها تساعد في انها تطلع نسبه هرمون الانوثه عند المراه. دونك تفرجوا في الفيديو هذايا باش نهبطوا من بعد الفيديو تاع البيس مونتي تاع الروز رويال التونسي. كهو بالنسبه لليوم. thank you for watching. واللي ما شاركش يشارك، وحاولوا بارتاجوا باش الناس الكل تستفيد، ونلعب ونعاونوا الناس الكل مع بعضنا خاطر وحدي ما نجمش. نعاونوا الناس الكل مع بعضنا، نعاونوا نوعوا
الانتوراج نتاعنا، ونوعوا يعني الناس اللي قراب منك، باش الناس الكل تعرف كيفاش نطيبوا بطريقه صحيه وكيفاش نطيبوا بطريقه ذكيه، ان نعاونوا بالمكونات هذه اللي نستعملوها ان نخلقوا توازن هرموني في بدونياتنا. اوكي فوالا بالنسبه لليوم. Thank you for watching وإن شاء الله see you soon وعلى prochaine. Bye bye.